والله انا عارفه ان الزاويه وحشه، بس في حفر عندنا في الشارع في الاوضه اللي بصور فيها، فانتوا هتسمعوا الحفر اكتر من صوتي، وانتوا عارفين ان انا صوتي رقيق، فانا مش عارفه اعلي صوتي، فخلونا في الزاويه دي واستحملوني علشان هقول لكم كلمتين مهمين واقفل. يلا بينا. انا جيت. من علامات الغباء على المرأة إن هي تشتري شيئين من اللي على الموقع مباشر. لو أنت عايشة في مصر البسي بقى في الجمارك، ساعات الجمارك أصلا أكتر من الأوردر، يعني ساعات الأوردر ب5 جنيه تلاقي الجمارك 10 جنيه علشان هما بياخدوها عشوائي. طيب نعمل إيه علشان نهرب من موضوع الجمارك ده؟ أنا عملت فيديو من 3 سنين قلت فيه، بس أنا حبيت إن أنا هعيد كل الكلام النهاردة، وكمان هوريكم أنا اشتريت إيه، وهوريكم تاخدوا مقاساتكم ازاي، علشان انا بلاقي مهازل. انا نسيت المازوره، هروح اجيبها عشان اشرح لكم، انا اشرح لكم ازاي. طيب هي المازوره الاساسيه ضايعه او حد خدها مني عشان ما اشتريش حاجه، بس انا لقيت المازوره دي هي نص مازوره يعني، بس المهم ان انا هعلمكم ازاي. تعالى بقى نشوف ازاي ناخد مقاساتنا عشان نشتري اونلاين مهما كان من انهي موقع. او تحت اي ايتم في الموقع بيبقوا كاتبين المقاسات، كاتبين العرض بتاع الكتف، والعرض بتاع الصدر، والعرض بتاع ال ماشي. فالمهم ان احنا بنعمل ايه بقى، بنقيس كده من العظمه دي للعظمه دي ونعرف مقاسنا. خلاص، انا مثلا مقاسي مثلا 40، نكتبها، وبعد كده ناخد المقاس هنا طلع مثلا 50 نكتبها، وبنعيدها مرتين. ليه؟ لان هما بيبقوا كاتبين المقاس داير ما يدور، تمام. وبناء على الارقام اللي طلعت لك بتشوفي ده سمول ولا لارج ولا اكس لارج، لان كل موقع ليه مقاساته، وكل براند ليه مقاساته، كل في شيء ذات نفسه كل ماركه هناك ليها مقاسها. فانت احسن حاجه ارقامك علشان تبقى الدنيا مظبوطه. دي اول حاجه. تاني حاجه، لما يعجبك حاجه خشي على الريفيو الصور، ودوسي على الصور، واختاري كمان من فوق كده ان انت تختاري على حسب اللون او المقاس. انا بختار دايما على ايه، على المقاس. ليه بقى؟ لان في ناس مثلا بتحط صورتها على الصور، ف بتحط ريفيو بالصور، فانا بشوف كده جسمي دي شبه جسمي، فبعرف ان الموضوع هيليق عليا او مش هيليق عليا. ساعات بيبقى عاجبني حاجه قوي، واول ما اشوف الريفيو بقى فلوس، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، هقفل الكيس البلاستيك اللي انا كنت اشتريه ده الحمد لله انا كانت في واحده مصوراه. عارفين لما انا بيعجبني مثلا حاجه ومش ما الاقيش ريفيو عليها صور بتضايق قوي، وببقى قلبي ده مكني لحد لما يجي، تمام. فانت لازم تشوفي الريفيو عشان هو ده المنقذ الوحيد. واقري اقري التفاصيل، هي الماتيريال عباره عن ايه، هو عباره عن ايه. لان ساعات بنجيب مثلا طقم كوبايات يبقى هما 6، هما كاتبين لك وان بيس، بس انت شفتيش الوان بيس دي، انت شفتي ال6 على بعضهم في الصوره، تشتري تلاقي واحده بس اللي جايه لك وانت فاكره ان هما 6. فانت اقري التفاصيل علشان ما يجيلكيش سكته قلبيه في البيت. يعني نحاول نحافظ على صحتنا يا جماعه. دي بالنسبه للريفيو والمقاسات. نرمي المازوره دي عشان خلاص على كده اصلا مقطوعه ومتبهدله. انا بص انا هعرف مين اللي سرق مني المازوره الاصليه. نيجي بقى على ازاي نشتري من شي ان وما ندفعش جمارك. عندك حل من الاتنين. اول حل ان انت يكون ليكي حد قريبك او معرفه في بلاد العربيه السعوديه، امارات، دبي، اي حاجه، وتشحني الاوردر على عنوانه، ولما يجي بالسلامه يجيب الاوردر معاه. او طب ماشي، ما عنديش حد زي انا كده، ما عنديش حد، فبدور على جروب بيبيع حاجات شي ان، بيبقى وسيط بينك وبين شي ان، هو ده وظيفته، ولا مسؤول عن الجوده ولا مسؤول عن المقاس، ولا تقولوا له ينفع ارجع ولا اي حاجه. هو بياخد منك تمن الاوردر وبيزود عليه نسبه صغيره من المال وتمن الشحن اللي هيجيلك. يعني شوف بقى، انت هتبقى في محافظه كده تدفعي 60 70 جنيه تمن الشحن والموضوع بيخلص على كده. طيب انت عارفه حد، اهلا وسهلا، بس يبقى ثقه، علشان انا دلوقتي بشوف مهازل وبشوف نصابين كتير قوي بياخدوا نص الديبوزيت والاوردر ما بيجيش. في ناس اصلا بتفقد الامل ان هي تستلم الاوردر. طيب لو انت ما تعرفيش حد قوي، طيب انا بتعامل مع جروب اسمه شي ان باي ايه بتعامل معاها بقالي 6 سنين. هي انسانه ثقه جدا، وانا اول مره في حياتي اشتري من شي ان كنت جاهله، هي ساعدتني. فهي ساعات بتساعد المبتدئين، بتاخد علينا ثواب يعني، وهي اللي علمتني ازاي اخد المقاسات اللي انا بشرحها لكم. وبصراحه لقيت ساعتها الاوردر جايلي، فانا بقيت بثق فيها من اول مره. خلاص على كده، ولحد دلوقتي الحمد لله ربنا يديمها نعمه بطلب منها.
طيب بطلب منها، تمام، بطلب منها. تعالوا بقى اوريكم انا طلبت ايه اخر حاجتين من شي ان. انا اشتريت حاجتين بس، آه بس هي حاجات غريبه، بس تفهموها. هروح اجيبها عشان انا نسيتهم. ما اعرفش انا جايه النهارده اعمل معاكم ايه. انا جيت، هي دي الحاجات اللي انا جبتها، ماشي؟ تتريقوش، اوعوا تتريقوا. دي اول حاجه انا جبتها، دي عباره عن حاجات ذهبيه كده، ممكن بتستخدم استخدامين. في الشكل ده، وشكل الشجر، ورق الشجر، وفي منها بيبقى فضي في ذهبي، ورق الشجر. طب دي استخداماتها ايه؟ ساعات بتتحط في الطرحه، لو مثلا انتي عايزه مثلا تزيني الطرحه، تحطيها في الطرحه كده زي ما انا هحطها دلوقتي كده. عمري في حياتي ما حطيتها، بس انا هجربها معاكم، فلو لقيتوني بعمل حاجه غلط ما تتريقوش كده، ماشي؟ تتحط كده اهي في الطرح بقى الساده، مش عارف ايه. تعالى نحط واحده هنا كمان، كأني جايه من افريقيا. انا عايزه واحده كده. طيب هي دي اصلا بيستخدموها لكده، وساعات كمان لقيت واحده مستخبيه في دي، خلفتها دي ولا ايه. وساعات بقى بيعملوا ضفاير، لو انت بشعرك بتعملي ضفاير وبتحطيها، بيبقى شكلها حلو قوي. هي اصلا كانت محطوطه على الموقع على ضفاير بنت، بس احنا كمحجبين ما بنسيبش حاجه، ما بنسيبش حاجه غير لما ايه نحطها. اهي بصي بتمسك كده. طبعا هي مش لايقه على الطرحه دي عشان الطرحه دي اصلا فيها ورد، بس انا حبيت ان انا اوريكم الفكره، تمام؟ لو انت بشعرك مثلا بتعملي ضفاير تحطيها كده في الضفاير، حلو قوي. الكيس ده كان في حدود 40-50 جنيه، فيه كتير قوي. طبعا انا قريت التفاصيل قبل ما اشتريها، فعرفت ان هي مش واحده بس. تخيل انا جبت واحده ب40 جنيه، ده انا كنا اهو. طيب الحاجه التانية، انا كان نفسي من زمان ان انا يبقى عندي كرة ديسكو. عارفين كرة الديسكو اللي بتعمل ضي، اللي بتعمل ريفليكشن كده؟ انا بقى كان نفسي فيها من زمان، مش لاقيها خالص. المهم انا دخلت على شيء، كنت عايزه اشتري الكبيره، لقيت الكبيره سعرها معدي 600-800 جنيه. وانا يعني انا مش عارفه جودتها عامله ازاي، فانا قلت اخد اللي اصغر. يعني هي الكرة التانية كانت كده، قلت اخد اللي اصغر. طبعا انا ايه، ما اعرفش، كنت بطلب الاوردر وانا نايمه، فانا ما شفتش الارقام كويس، فدي كانت الاصغر. دي كانت الاصغر. بصوا هي عامله ضي دلوقتي، يعني الله اكبر، عامله ضي يعني. انا فلوسي حلال يا جماعه، دي ماشي. فانا هعمل بيها ايه دي بيجي كيس على بعضه كده. طبعا الناس بتستخدمها في حاجات كتير، بس انا عايزه اعلقها من الحته دي. الحمد لله فيها تعليقه اهي، عايزه اعلقها وعند باب البلكونه عند الازاز، فتدي ضي، فالضي يضرب في الحيطه، احس بايه، بفرحه كده في البيت. ممكن تشتري زيهم، بس هاتوا المقاس الاكبر شويه عشان ده قزع قوي. ممكن تجيبوا دي وتحطيها في الاوضه، فهتعمل ريفليكشن كده في الاوضه، تحسي ببهجه، تحس ان انت يعني ايه، حلوه. فانا كان نفسي فيها من زمان بجد. انا مش ندمان انا اشتريتها والله، عشان هي عجباني يعني، فاهميني؟ عجباني يعني. انا يعني لما اشوف الضي هفرح، وفي كذا واحده فاكيد هيعمل ضي، صح؟ وربنا يسهل والاقي الكرة الكبيرة دي وهشتريها، مش هسيبها، هشتريها يعني هشتريها. طيب انا كده وريتكم مشترياتي، وكلمتكم ازاي نشتري من شي ان منين، علشان السؤال ده بيتسأل كتير. واصلا ده الفيديو الرائج عندي، فانا حبيت ان انا اعيده تاني عشان اطلع للدنيا تاني. طيب في سؤال جالي على هنا، بيقول لي العمله مكتوب اس ار ده يعني ريال سعودي. طب انا عايزه احولها للعربي. انت بتخشي على الصفحه الشخصيه بتاعتك من شي ان، بتلاقي علامتك كده فيها، وبتكتبي ان انت من بلد مصر والعمله عايزاها بالجنيه، فدايركت هتتحول العمله بالجنيه وكل حاجه مضروبه وكل حاجه. بس انا بفضل انت تخليها بالريال، لان اساسا اللي بيطلب، لو انت طلبت من جروب هو بيضرب بالريال. يعني في جروب بقى بيضرب في 5، في 4، في 3، طبعا على حسب سعر الريال، انا بقول لك مثلا يعني. فانت خليكي بالريال زي ما انت، علشان اللي بيشتري بالريال، محدش بيشتري بالمصري. لو انت تشتري بالمصري هتبقى في بلدك، وانت كده انت الجمارك هتظبطك. وانا اعتقد ان الجمارك دي مش موجوده غير في مصر، صح؟
هما اكيد بيحافظوا على المنتج المحلي، واكيد في فكر مهم في دماغهم، بس احنا جبنا ما بيستحملش، احنا جبنا مش هيستحمل الجمارك، لان ساعات اللي انا قلت لكم في اول الفيديو ساعات الجمارك بتبقى اكتر من تمن الاوردر بكتير. بس هي بلدنا كده، ربنا يحفظها ويصونها. هو انا عرفتكم على نفسي؟ لا طبعا، انا اسمي ساره، بشتري هدوم سريفتد او بشتري هدوم من البالة، من شي ان، بشتري هدوم من اي حته بتعجبني. فقررت ان انا اعمل قناه اسمها ساره السيد، واوريكم انا بشتري الحاجات منين وفين وبكام. فلو عجبك اعملي لي فولو ولايك، ولو ما عجبكيش كانك ما شفتنيش، وهاتي كوبايه الشاي بتاعتك وتعالي لي. طبعا انا ما عملتش كوبايه شاي علشان انا ناسيه كل حاجه النهارده، فانا المفروض ان انا هفطر، والمفروض ان انا اعمل كوبايه شاي، وربنا يسهل. في اي اسئله تاني اكتبوها لي في التعليقات وانا هرد عليكم. انا ما بسيبش تعليق غير لما برد عليه، بفضي وقت كده وارد، علشان زي ما انتوا احترمتوني وسالتوني فانا لازم احترمكم واجاوب. ولو انا مش عارفه الاجابه بقول مش عارفه، مش بفتي ومش بقول اجابات غلط عشان ما لبسكوش في الحيطه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، ومشترياتي جميله جدا ومعلوماتي هايله، واشوفكم الفيديوهات القادمه. واستنوا علشان انا شاريه حاجات من كذا حته عايزه ابقى اوريها لكم، وفي سر كده هبقى اصوره لكم واقوله لكم بس بجمعه لسه. ولو عجبك المحتوى اعملي لي لايك واشتراك، وباي باي.